السلام عليكم وأهلا بكل متابعينا في قناة مصر زمان. خلاص رمضان على الأبواب، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير ويبلغنا شهر رمضان الكريم. بمناسبة شهر رمضان حكايتنا هتكون عن مدفع رمضان. زمان كان فيه 3 روايات في كتب التاريخ بتحكي عن قصة بداية مدفع رمضان. الرواية الأولى حصلت بالصدفة، وكانت في عهد خوش-قدم، وده كان والي مملوكي حاكم مصر. جات له هدية من ألمانيا من صاحب مصنع ألماني سنة 1465 ميلادية، الموافق سنة 869 هجرية، وكانت عبارة عن مدفع. ولما غربت شمس يوم 1 رمضان سنة 869 هجرية، المصريين سمعوا صوت دوي طلقة المدفع، فافتكروا إن الصوت اللي طلع ده بيأمرهم بالإفطار، وبقيت عادة ما يفطروش غير لما يسمعوا نفس الصوت في نفس الميعاد. أما الرواية التانية فهي تشبه نوعا ما الرواية الأولى، بس حصلت في عصر الوالي محمد علي. لكن أشهر الروايات الرواية التالتة، وكانت أحداثها في عصر الخديوي إسماعيل وقت حكمه لمصر. جنود الخديوي كانوا شغالين بينطفوا المدافع الحربية اللي في القلعة، طلعت برضو بالغلط طلقة من المدفع وقت غروب الشمس في رمضان، فالشعب فكر إن دي حاجة جديدة عملها الحكومة. لكن الفكرة عجبت ابنة الخديوي إسماعيل الأميرة فاطمة، وأصدرت فرمان بإن يكون في مصر طلقتين كل يوم في رمضان من المدفع، الأولى وقت الإفطار والتانية لحظة الإمساك. ومن ساعة الحكاية دي ارتبط المدفع بابنة الخديوي إسماعيل، فسموه مدفع الحجة فاطمة. بس المدفع غيروه أكتر من مرة واتنقل برضو لأكتر من مكان، وموجود حاليا بساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. ومواصفاته هي مدفع ماركة كروب من إنتاج سنة 1871، وده أقدم مدفع، وعبارة عن ماسورة من الحديد وفيها قاعدة حديدية بعجلتين كبار من الخشب وإطاراتهم من الحديد، وكانوا بيشغلوه 2 من الجنود، واحد يحط البارود والتاني هو اللي بيضرب المدفع. وفي رمضان في مصر كان المدفع يتحط فوق هضبة المقطم وينضرب هناك، ودي منطقة قريبة من القلعة. وكان في مدافع تانية في بلاد تانية مختلفة، وبدل ما كانوا 2 بس من الجنود شغالين على المدفع بقيوا 4 جنود يحطوا البارود كل يوم مرتين لإطلاق المدفع لحظة الإفطار ولحظة الإمساك. القاهرة كان فيها 6 مدافع لحد وقت قريب متوزعين على 4 مواقع، 2 في القلعة و2 في العباسية و1 في مصر الجديدة و1 في حلوان. كل المدافع دي بيطلقوها مرة واحدة في وقت معين عشان الصوت يكون قوي وكل الناس تسمعها. وخلصت حكايتنا، وكل سنة وانت